تعال احكي لك قصه اغلى فاتوره موبايل دفعتها وكانت ب 6000 جنيه. كوبايه شايك وتعالى لايك بقى، كومنت، سبسكرايب، وونس نفسك كده وانت بتتفرج على الفيديو. الموضوع بدأ في 2022 لما سافرت اول سفريه ليا للامارات. كنت مبسوط بقى ومنشكح ورايح اتفسح ومش شاغل دماغي بحاجه. واول غلطه انا غلطتها ما فعلتش الرومنج على الخط بتاعي او الشريحه بتاعتي عشان تشتغل بشكل عادي جدا بره مصر. قلت بقى انا هروح هناك اشتري شريحه من هناك واعيش بيها الكام يوم اللي انا قاعدهم وما ادفعش كتير والجو ده. وكانت اول غلطه، دفعت كتير يا باشا. ومش دي مشكله بس، طبعا بما ان الخط بتاعي مربوط بالبنوك، مربوط بالكروت بتاعتي، ومربوط بكل حاجه في حياتي، فبيجي عليه الاو تي بي. لما بتحاول مثلا تعمل عمليه دفع الكتروني او بتعمل اوردر مع اي منصه بيجي لك احيانا 6 ارقام على الرقم بتاعك. طبعا الرقم بتاعي ما كانش شغال. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ على اي منصه انا كنت ممكن اغير بالرقم الاماراتي بتاعي، ولكن البنك في مصر صعب تغير برقم اماراتي. فساعتها انا دفعت، وكمان خسرت حاجات كتيره في المقابل. يعني انا كنت في حاجات كنتش عارف اعمل لها اوردر ومش عارف اطلبها، وما كنتش عارف اتعامل خالص من غير الاو تي بي اللي بيجي لي على الرقم بتاعي. دي اول غلطه. تاني بقى مره في 2023 شغلت دماغي واتعلمت من غلطتي اللي فاتت وفعلت الرومينج. ويا ريتني ما فعلت الرومينج. عشان ما فعلتش الرومينج بس يا صاحبي، فعلت كمان الداتا رومينج. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ يا ريتني ما سالتك. يعني ما كنتش فاتح بس مكالمات التجوال، لا انا كنت فاتح كمان النت التجوال. وغلطت غلطه صغيره قد كده، اللي انا ما كنتش عامل ستوب للباقه. بمعنى ايه؟ اللي انا كان ليا باقه محدده، اول ما تخلص المفروض خلاص يوقف محاسبتك، تشوف انت بقى هتعمل ايه، هتجدد، هتضيف باقه اضافيه، هتعمل حاجه. لا انا بقى كنت سايبها على البحري. فطبعا هو خلص الباقه وابتدى يسحب اكتر واكتر وانا مش واخد بالي، او بمعنى صح كان بيجي لي رسائل بس انا كنت بتجاهلها. فمع كام دقيقه مكالمات مع كام ميجا زياده، عشان الميجا تقريبا كانت ب 15 10 جنيه، لقيت نفسي دافع 6000 جنيه. حتى جات لي كذا رساله تحذير، يا معلم اصحى، انت تعديت الحد الاقصى للفاتوره بتاعتك، بقى في رقم جديد خالص انت اول مره تدفعه. ورساله في رساله في رساله، وانا ولا حياه في من تنادي، بعزق يا باشا. لعيب بصراحه. المهم، فانا اتعلمت بقى من 2022 و2023 ومش هكرر الغلطه دي في 2024. فانا مسافر كمان كام ساعه للامارات تاني او تالت. فتعالوا بقى اعرفك هنعمل ايه المره دي. تعال يا معلم، تعال. انا وصلت المطار، خلصت اوراق تشيكن، بس معرفش مش هعرف اصور قوي يعني. اوصل بقى كده عند الجيت واقعد بقى نشوف هنعمل ايه. طيب حاليا انا وصلت الامارات الحمد لله بالسلامه، بس طبعا ما لحقتش اصور لكم ولا في مطار القاهره ولا في مطار دبي. الموضوع كان سريع جدا وانا وصلت يا دوبك على ميعاد الطياره. كنت ناوي اخدكم معايا في كل تفاصيل الرحله بس الدنيا ما مشيتش بالظبط. المهم بقى قلت اختار بقى حل اسهل اسرع واوفر عن طريق التطبيقات اللي بتتيح لك شريحه الكترونيه في البلد اللي انت بتسافرها. وما لقيتش افضل من تطبيق ايرالو، وده لاسباب كتيره. اولا بيدعم البلد اللي انا رايحها وهي الامارات العربيه المتحده. ثانيا هو بيدعم اكتر من 200 دوله ومنطقه، وفي خطط اسعار كتير قوي. عندك بقى خطط الاسعار المحليه، في دوليه، وفي اقليميه. اقليميه مثلا لو انت مسافر مثلا بلاد جنب بعضها، مثلا في اوروبا هتعدي على كذا بلد، هتعدي على كذا منطقه، فبتقدر تختار بقى من البلانز دي، وده يبقى اوفرك بكتير. بدل ما تنزل كل بلد وكل منطقه وتشتري شريحه من هناك تستخدمها، مش هيبقى معاك انترنت، معاك شريحه واحده بس في السفريه تغطي كل المناطق اللي انت مثلا هتعدي عليها في اوروبا. لو انت بقى بتسافر بقى اكتر من كده وبتعدي على اكتر من دوله واكتر من منطقه بعيده عن بعض، تختار بقى الخطط الدوليه. وركز كويس في تفاصيل كل خطه انت بتشتريها، عشان في خطط بتبقى داتا بس وفي خطط بتبقى داتا وكمان دقايق. انا بالنسبه لي انا مش محتاج دقايق، انا محتاج هنا بس يكون معايا داتا عشان اول ما اوصل اقدر اتحرك. مثلا بستخدم الجي بي اس عشان لسه مش بعرف امشي هنا كويس، فلازم الجي بي اس يكون معايا. فانا كان قدامي خطط اسعار كتير، بس انا اخترت الباقه اللي بتديني 2 جيجا صالحه لمده 15 يوم، وكان سعرها $7. ولو استخدمت الكود بتاعي اللي هو هيظهر لك قدامك دلوقتي تكنو 2، او حملت التطبيق من اللينك اللي هتلاقيه تحت الفيديو في الديسكربشن، هتاخد خصم $3. فانا استخدمت كود الخصم بتاعي فدفعت $4 بس، وده اوفر بكتير جدا من ان انا لو فتحت الداتا رومينج مثلا على الشبكه اللي معايا مثلا في مصر او الخط اللي معايا في مصر وجيت استخدمته هنا، هدفع اكتر من كده بكتير. خطوات التثبيت سهله جدا. بعد ما بتتم عمليه الشراء وتتاكد ان انت استخدمت الكود، وفي اكتر من وسيله دفع تقدر تدفع بكريدت او مثلا باي بال. انا اخترت الكريدت. الموضوع سهل جدا وبسيط. تثبيت بقى الشريحه مفيش ابسط منه. عندك 3 طرق. الطريقه المباشره
التطبيق هو بيعملها لك، بتدوس بس كده على الزرار هو بيتم تثبيت الشريحه لوحده عندك على الموبايل. بس اهم حاجه في البدايه تاكد ان الموبايل بتاعك بيدعم الاي سيم او الشريحه الالكترونيه. طب هتعرف ده ازاي؟ عن طريق اولا اللينك اللي هتلاقيه تحت الفيديو في الديسكربشن في كل الموبايلات الداعمه للاي سيم، تاكد ان موبايلك يكون منهم، او انك مثلا لما تفتح اعدادات الموبايل وبعد كده تروح على خلوي هتلاقي اوبشن مكتوب اضافه شريحه الكترونيه او اضافه شريحه اي سيم. لو ما لقيتش الاختيار ده مكتوب في الغالب موبايلك مش داعم للشريحه الالكترونيه، بس هتتاكد برده من اللينك اللي هسيبه لك تحت الفيديو في الديسكربشن. بعد ما اتاكدت والدنيا تمام تتم بقى عمليه الشراء وبعد كده التثبيت وكل حاجه تمام. بس اهم حاجه تاكد انك تكون موصل على شبكه انترنت قويه وثابته. طبعا هتحتاج تعمل الكلام ده قبل ما تسافر وانت مثلا في البيت او في المطار الدوله اللي انت لسه واصل فيها، فتاكد من الموضوع ده عشان الموضوع يمشي بسلاسه والدنيا تمشي زي الفل. في طريقه ثانيه اللي هو عن طريق كيو ار كود، ده في حاله مثلا لو انت هتشتري الشريحه الالكترونيه ده مثلا لحد من صحابك او لحد من اهلك، بيعمل له سكان وبيمشي على كام خطوه برده والموضوع بيبقى سهل جدا. وفي الطريقه بقى اللي ممكن تكون الاصعب شويه، الطريقه المانيوال اللي انت بتكتب كل حاجه بنفسك وبتعمل كوبي بيست، برده هو بيشرح لك بالخطوات بالترتيب هتعمل ايه. طبعا انا اخترت اسهل طريقه اللي هو يا عم ثبت انت واعمل كل حاجه براحتك، مفيش دقيقه بالظبط والموضوع مشي تمام والشريحه اتثبتت عندي على الموبايل. بتدخل طبعا في اعدادات الموبايل بتلاقي خطك اللي هو انت مثلا جاي بيه موجود، وكمان عندك شريحه جديده اتضافت. تاكد من اول حاجه انك تكون مختار في السيلولر او الخلوي ان هو يستخدم داتا او يستخدم نت من الشريحه الالكترونيه اللي انت مثلا هتسميها، مثلا انا سميتها ترافل عشان ابقى عارف فرق ما بينها وما بين الشريحه الاساسيه عشان ما يستهلكش طبعا نت من الشريحه الاساسيه وانا مش واخد بالي. فتاكد من الموضوع ده بس يا معلم، والدنيا كده تمام معايا نت هنا والدنيا زي الفل، وكمان سرعه النت كويسه جدا. وطبعا ده بيعتمد على المكان اللي انت فيه وعلى التغطيه للشبكه اللي انت فيها عامله ازاي. كمان من جوه الابلكيشن تقدر تعرف تفاصيل الاستهلاك بتاعتك، انت استهلكت بيانات قد ايه او داتا قد ايه. انا كنت بختار طبعا الباقه ال 2 جيجا، فانا دلوقتي باقي لي جيجا وشويه عشان انا استخدمت منها. وطبعا بيبقى محدد لك تاريخ الانتهاء وكل حاجه تفاصيل عن الباقه بتاعتك. بصراحه مفيش اسهل من كده بالنسبه لي. وفر عليا السنه اللي قبل اللي فاتت لو فاكر لما اشتريت خط اول سنه خالص انا دفعت اكتر من كده بكتير، زائد ان انا وقفت في طابور عشان اخد بس الخط ده. وانت طبعا بتبقى جاي من السفر خلاص بقى لو عايز اروح بقى على الاوتيل عايز انام، لكن كل ده بيتم عن طريق موبايلك، تبقى جاي مستعد من هناك من بيتك. اول ما بتنزل البلد على طول خلاص بتسويتش وتظبط الدنيا، خلاص هي بتتفعل هنا وتشتغل معاك لمده الصلاحيه اللي هي شغاله على حسب الباقه او الخطه اللي انت مشتريها، بتدوم لكام يوم. وطبعا بما اني قاعد هنا اقل من اسبوع فانا مختار اللي هو الاسبوعين زي الفل، هتكفيني وزياده ومش عايز اكتر من 2 جيجا زي الفل كده رضا. بس فبصراحه دي اكتر تجربه سهله وبسيطه وموفره وسريعه، احسن من السنه اللي فاتت دفعت فيها 6000 جنيه. بس يا معلم ده كان فيديو يعني اتمنى يكون فادك، فما تغلطش غلطتي اوعى. ولو حبيت تحمل تطبيق ايرالو ما تنساش تستخدم اللينك اللي هتلاقيه تحت الفيديو في الديسكربشن، وكمان كود الخصم اللي هتلاقيه ظاهر لك دايما، هتاخد خصم $3 على اول خطه تشتريها. بس يا معلم ما تنساش الكومنت، اللايك، الشير، سبسكرايب لو انت مش متابعني. اشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام. Always had a way to make it work and find another route. Always had a way to make it work and find another route.